قبل البدء من فضلكم اعملوا لايك واشتركوا في القناة إن كان باستطاعتكم ذلك. شكرا لكم. لي فورماسيون واللي شيما تكتيك وغيره. تعرف عفاف انه الدول المغرب معناها شمال افريقيا الكل دخلوا معناها من غير الفيزا من غير التاشيره، لكن اليوم في قرار قبل انطلاق كاس الامم الافريقيه القنصليه العامه المملكه المغربيه اللي في تونس تعلن رسميا انه الدخول الى المملكه المغربيه محمود باش يكون بالتاشيره الالكترونيه من بطبيعه كوب دافريك من 21 ديسمبر ل 18 جانفي. تقول انه السلطات المغربيه اعتمدت بشكل استثنائي ومؤقت التاشيره الالكترونيه على مواطني الدول المعفيه من تاشيره الدخول الى المغرب، ويشمل هذا الاجراء المؤقت مواطنو الجمهوريه التونسيه الشقيقه باش يبدا العمل به من 25 سبتمبر. دونك راهو التوانسه اللي باش يمشيو للمغرب ابارتير من 25 سبتمبر يلزم يكون عندهم الفيزا الكترونيك حتىش ل 25 جانفي 2026. يقول انه على الاشقاء التوانسه اللي يرغبوا في حضور مقابلات كاس الامم الافريقيه طلب بالتاشيره الالكترونيه عن طريق اون ابليكاسيون سماوها يلا كيما هي اللي كانت في يلا كيما اللي كانت في قطر هي معناها تاع الكوب دي موند الاخرانيه وحتى لي كومبيتيسيون الكل مش كان في الكوب دي موند كهو. دونك ابليكاسيون اسمها يلا وعدت خصيصا للتظاهره الرياضيه من طرف الجامعه الملكيه المغربيه بالنسبه لطلبات الدخول من اجل السياحه الاعمال والى الزيارات العائليه وغيرها. يتوجب على اصحابها انه ايداع الطلبات نتاعهم قبل 96 ساعه من تاريخ الدخول عن طريق الموقع الالكتروني www.axemaroc.ma. دونك الاجراء هذا يستثني كما نقولوا مؤقتا هما اصحاب جوازات سفاره دبلوماسيه خدمه خاصه والرسميه المقيمين في المغرب بشكل قانوني وعندهم بطاقه الاقامه سريه المفعول، العابرون للمطارات المغربيه صفه ترانزيت من غير الدخول التراب المغربي، المتزوجين ولا المتزوجات من حاملي الجنسيه المغربيه ويلزم يكون عندهم كما نقولوا هما رابطه للزواج ما يثبت، وعندك البالغون من العمر 55 سنه فيما فوق. الاجراء هذا لقى مؤيد ومعارض محمود هو نجموا نعلقوا في بيان سور حب رايك انت حب رايك جوست العباد باش نبداو فاهمين ترانزيت راهو تعدى كيما قبل. ماشي راه اخرى انا حسيت انهم حبوا يفرزوا شكون اللي جاي سياحه على روحه وشكون اللي جاي للكوره. ما حسيتش فيه مشكل سيرتو انه في السطر فما واحد من الاسره في الاخر يقول لك العباد اللي فوق 55 سنه ما تشملهمش الحكايه والموضوع هذا من اصله. فما حسيتش فيها تنومير دبلوماسي خاطر برشا فما نوع نتاع تجيش برشا تعليقات وكل شيء. ما نشوفش بوغ لو مومون حتى توا ما نشوفش انه فما مشكل في الموضوع. بلد شقيق حاب يعمل تنظيم معين. نجموا نحن في تونس زاد القدام تكون عندنا تظاهرة رياضية ولا إقليمية ولا ثقافية زاد نعملوا تنظيم من نوع ذا. ماهيش حاجة الحقيقة. تحس في الكوميونيكي محمود قاعدوا يعاودوا في كلمة الإجراء الاستثنائي والمؤقت. استثنائي ومؤقت استثنائي ومؤقت. ذكرني وين صار تاني الدول اللي عملوا هكايا إجراءات استثنائية كيما هكايا في علاقة بالرياضة زايدة صارت معناها مش أول مرة المغرب صارت مش أول مرة لا في المغرب أول مرة. مش نحكي على المغرب نحكي على دول اخرى. لا الحقيقه قبل ما صارتش انه فما اجراءات استثنائيه مؤقته. تحكي على ديزابليكاسيون معناها صارت في قطر في الكوب دي موند 2022 انه باش تاخذ الفيزا نتاعك وباش تاخذ حتى لي بيي نتاع الماتشات من قطر من قبل بالفيزا من قبل. اما راهو زاد ما تنساش احنا عندنا اتفاقيه بتاع دول المغرب العربي. وي بالضبط. دونك هوني فما كسر للاتفاقيه زاد. هي استثنائي ومؤقت. نعرفش اللي مازال ما نعرفوش عفاف. نشوفوا العباد اللي باش يصبوا توا اسكو كي تصب تنجم تصير لك ريجكتد معناها تنجم ما يقبلوكش والا جوست تنظيميه كي تصب تتعدى وكهو. وهي ابارتير من 25 سبتمبر وهي ابارتير من 25 سبتمبر. دونك كيما قلنا ابليكاسيون اسمها يلا نكملوا ديجا ونشوفوا اسكو تعلم السلطات معناها انت كونكريتمون باش تعلم السلطات ولا